السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله، المرة اللي فاتت عملنا الزيتون وخلينا بطريقة بسيطة وجميلة ويستوي معانا بسرعة. النهاردة نخلي برضو ليمون، لان دلوقتي موسم الليمون والزيتون، هنستغلها فرصة. انا جبت 2 كيلو ليمون اخضر، ليمون اخضر، لان عايزة اعمله ويستوي معايا بسرعة. الليمون الاصفر لو جبت ليمون اصفر بتعمل بعصفر وكده، وايه بياخد معاكي وقت شويه في التخليل. فانا بحب الحاجه بصراحه تطلع بسرعه يعني. فجبت ليمون اخضر، جبت 2 كيلو ليمون اخضر اهو، زي ما انتم شايفين كده. ده المنظر العام بتاعهم بعد ما خللتهم. ونشوف الطريقه بتاعتنا كده، همشي معاكم كده بالتدريج واحده واحده. خليكم معايا برضو بطريقه بسيطه جدا زي الزيتون بالظبط. هتاكلي منه بعد يومين، والله بجد هتاكلوا منه بعد يومين بإذن الله، يعني من غير مقطع. خلاص كده، ده المنظر النهائي بتاعه. خلاص، هنسمي بالله كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 2 كيلو ليمون زي ما قلت لكم، ليمون اخضر اهو زي ما قلت لكم في الاول. وهعلق عليه على النار بحيث انه ياخد غلوة واحدة بس، مش اكتر من كده، غلوة واحدة فقط. اول ما يغلي كده زي ما انتم شايفين كده، هجيب بس من تحت لفوق كده عشان يبقى كله سوا واحد. تقلبي كده، جيبي من تحت لفوق، وبعد كده نروح طافين عليه عليه البوتاجاز على طول. خلاص كده، هو خد غلوة واحدة بالظبط. طفيت النار عليه واخده على الحوض على طول، ادلق المية السخنة اللي عليه. خلاص، مش بسيبهوش خالص في المية السخنة، اخده ادلقه في الحوض في مصفى كده، وادلق عليه مية من الحنفية زي ما انتوا شايفين كده. برديه خالص خالص، هنبرده خالص زي ما انتوا شايفين كده. حتى مش مستحملة ان انا استنى المية بتاعت الحنفية ما تنزل، بقيت اخد الكوباية وارشرش عليه كله كده زي ما انتوا شايفين. شايفة منظر الليمونة؟ لا مهرية ولا طرية ولا اي حاجة. لونها اصفر ازاي، كان لونها اخضر طبعا زي ما شفت في الاول. اول ما لونها يبقى كده طبعا بروح طافي عليها البوتاجاز، ان هي بتاخد غلوة واحدة بس. هبرده خالص كده بالمية الجارية كده من تحت الحنفية. خلاص كده، اخده احطه في مية تانية، في حلة او في طبق او في اي حاجة عندك، وتقعدي يومين تغيري عليهم. كل ما تخشي المطبخ تروحي مغيرة المية بتاعته، يومين بالظبط. خلاص، خلاص كده بعد يومين ما عدوا، دي اخر مية كانت عليه. اخدها كده ادلقها واخليه بقى من غير مية. احط عليه مية نضيفة ساعة ما اجي اعبيه، دي مية نضيفة. وبعد كده اروح نصفيه، احطها في مصفى عشان ما يبقاش في مية خالص من موضوع النقع بتاعه. جبت البطرمان بتاعنا طبعا بعد ما عقمته بنفس الطريقة اللي فاتت. حط معلقتين خل كده وارجه رايح جاي كده، هو مقفول، وبعد كده ادلقهم. دي طريقة تعقيم حلوة جدا، ولا مية مغلية بقى ولا حاجة، لان ده زي ما قلت لكم ده بلاستيك. لو مية مغلية حطيتها فيه ممكن يتطبق معايا ويبقى شكله مش ظريف. عندي قرنين فلفل، بصراحة بكلمكم في منتهى الصراحة، ما كانش عندي فلفل اخضر، وانا كده كده ما بحبش الحاجة المشططة. دي حاجة بقى ترجع لك انتي. عندي قرنين فلفل كانوا في التلاجة زي ما انت شايفاهم كده، انا ما برميهمش، بسيبهم ما ينشفوا واعملهم شطة بيبقوا حلوين قوي. فده اللي كان موجود عندي. حطيت قرنين كده في قعر البطرمان، وابتدي اعبي الليمون بتاعنا في البطرمان. الليمون بتاعنا اللي قعد يومين في ميه النقع، كل شويه زي ما قلت لك كل شويه تغيري عليه. خلاص كده عدى يومين، يعني النهارده اليوم التاني وانا بسجل الفيديو ده، اليوم التاني ساعة التعبية دي بالليل. خلاص، حطيت بقى القرنين برضو الشطة التانيين اللي انا كنت برضو شايلاهم في التلاجة عشان ينشفوا، برضو اعملهم شطة. اللي هو اللي بتتعمل شطيطة ده كانوا الحتتين دول موجودين عندي، فحطيتهم برضو عشان برضو يديله طعم حلو، وهو مش هيبقى مشطط ولا حاجة ان شاء الله يعني. خلاص كده، اركن بقى البطرمان على جنب، واجيب حوالي لتر مية الاول، واحط عليهم نص كوباية ملح. ولو عندك ملح خشن عادي ما بتستعملهوش للطبيخ عشان خشن،
حطيه يبقى افضل. ما عندكش خلاص حطي الملح اللي موجود عندك اللي بتستعمليه، اي ملح موجود عندك استعمليه. نص كوبايه ملح على لتر ميه زي ما انتوا شايفين كده، واقلبه حلو، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وابتدي ايه ادلقه على الليمون. في لسه ملح مدبش، هحط عليه شويه ميه وعشان اكمل بقيه الميه بتاعه البطرمان. حطيت شويه ميه وكملت، غطيت بس ايه الليمون بالميه، تغطيها بس ما تملوش على الاخر، لانه اصلا البطرمان مش مليان على الاخر ليمون. وبعدين في التخليل بالذات ما تمليش البطرمان على اخره، عشان الحاجه ما بتتخلل بتنفش فبيزيد معاكي، فممكن يغرق الدنيا عندك ايه ميه. خلاص، مع الميه دي انا ايه بعد ما حطيت كده هحط معلقتين خل، معلقتين بس مش اكتر من كده، عشان برضو يديله مزازه كده ويديله طعم حلو. وبرضو الخل مش هيخليه يريم، احط معلقتين خل، خلي بالك من الحته دي. خلاص كده، خلاص كده الموضوع خلص معانا في منتهى السهوله. جبت كيس برضو، كيس تلاجة او شنطة كده صغيرة من بتاعة التلاجات دي بتاعة العيش، حطيتها وقفلت عليها البطرمان كويس جدا جدا. وبرضو ايه اشيل الزيادة الايه المزعجة دي اللي ملهاش لازمة اهو. شلت كده الزيادة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا جماعة والله انا قلبي مع بتوع المغرب بصراحة، وبقدم لهم كل التعازي، وربنا معاهم ويشفي مرضاهم ويشفي مصابيهم ويرحم امواتهم يا رب. يا رب ربنا معاهم، ربنا معاهم بجد يعني، وربنا يصبرنا ويصبرهم منهم برضو اخواتنا. خلاص كده، خلاص بعد ما قفلت البطرمان خالص ببتدي ايه اقلبه كده، اجيبه شمال ويمين. وكل ما تخش على المطبخ زي الزيتون بالظبط تروحي عامله الحركه دي في الايه اللي انت شفتوها دلوقتي في البطرمان، تقلبيه كده وترجعيه تاني، مش مشكله خالص. خلاص هتحطيه عادي في المطبخ على ترابيزه المطبخ، مش هيجرى اي حاجه. بالظبط بعد يومين، يوم ونص بالكتير، يومين، وان شاء الله هتاكلي احلى ليمون باذن الله. ما تنسوش بقى اللايكات الجميله بتاعتكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.